مرحبا، وصفة اليوم راح تكون هي الكبة الموصلية، لكن العجينة بدون لحم، ما راح نستخدم لحم، كبة موصلية اقتصادية. اللي راح احتاجه هنا طبعا عندي كوبين من الجريش، وكوب واحد من البرغل الناعم، ايضا عندي كوب من المي الدافي، عندي ملعقة شاي من الفلفل الاسود، وملعقة اكل ونص من الملح، ونص ملعقة شاي من الكمون. ذني المواد الجافة ومكونات العجينة اللي راح بلش بها هسه. طبعا راح اضيف اول كوب من الجريش، وبعدها راح اضيف الكوب الثاني، واضيف كوب البرغل. لا، بعد ما ضفت كوب البرغل راح ابدي اضيف الكمون والفلفل الاسود واضيف الملح. ابدي اخلط كل المكونات الجافة اجانسها، وبعدها ابدي اضيف المي. طبعا المي انا بالبداية استخدمت كوب، بعدين ضفت ربع كوب، يعني مجموع المي كله كوب وربع، وابدي اعجن. بالمناسبة كمية المي راح تعتمد على نوعية الجريش ونوعية البرغل، فانتم بالبداية خلوا المي بالتدريج، يعني لا تديرون المي كامل حتى لا يعني تخرب عندكم العجينة وتضطرون تضيفون جريش او برغل حتى تصححوها وتصلحوها. انا راح اتركها لمدة نص ساعة ترتاح، تتفكك حبيبات البرغل، وابدي بتحضير الحشوة. هنا أنا بالطاوة راح أخلي كمية من اللحم. طبعا كمية اللحم والحشوة راح تكون حسب رغبتكم، ما راح تكون محددة بكمية معينة. طبعا راح أقلي اللحم بدون لا دهن ولا زيت، أريده يكون ناشف حتى لا يفلش لي الكبة أثناء القلي أو سلقها قبل لا أقليها. بعد ما تغير لون اللحم راح أبدي أضيف البصل ثوم ناعم بهذا الشكل، ببعض الحبات إنه يكون يعني خشنات، لكن بهيك النعومة يكون ممتاز. هنا أنا بديت أضيف بهارات الكبة. هاي بهارات الكبة تكون جاهزة، تنباع أكيد عند العطارين. وأيضا راح أضيف كمية من الملح. بعد ما أضيف كمية الملح راح أبدي أخلط الحشوة وأتركها، بعد ما تنشف أتركها تبرد، وأرجع مرة ثانية لعجينة الكبة. هنا شوية يعني يابسة، يعني ممتصة المي بشكل كامل. راح أبدي شوية أبخ عليها مي أعجنها مرة ثانية، واستمر بالعجن لحد ما أحصل على عجينة متماسكة. جيد. بعد ما حصلنا على عجينة متماسكة، هنا أنا راح أبدي أخلي كيس نايلون وأنقعه شوية بالمي، وأبدي أفرش العجينة، وأخلي عليها كيس نايلون ثاني، وأضغط عليها بهذا الشكل. أي شيء ثقيل عندكم أو بالشوك ماكو أي مشكلة. بعد ما ضغطتها راح أبدي إنه يعني أفتحها زايد بالشوبك، وهنا أنا أرفع الكيس الأول، وبقبق هذا الستيل اللي موجود عندي راح أقطع العجينة وأحصل على عجينة تكون دائرية. راح أسوي الكبة بهذا الحجم. تريدون تسووها كبة يعني كبيرة، صغيرة، وسط، أكبر من هاي، أصغر من هاي، هذا كله راجع لكم. المهم هي تكون العجينة مضبوطة. الحشوة شو تريدون تخلون بها خلوا، وحجم الكبة شلون ما تريدون سووا، ماكو أي إشكال. فهنا أنا راح أسوي القطعة الثانية. يعني هسه عندنا القطعة الأولى اللي راح يكون عليها اللحم، وهاي القطعة الثانية اللي راح تغطي يعني اللحم، بحيث يصير عندي طبقتين، الطبقة الأولى وهاي الطبقة الثانية. هاي هنا أنا راح أرفعها العجينة الزايدة أرجعها ويا البرغل، وهنا أنا راح أبدي أخلي الحشوة. شوفوا اللحم إيش قد ناعم بالحشوة، يكون في الشيء مرتب. من يكون لحم خشن راح يصعب الموضوع إنه شلون نسدها ونفرغها من الهواء، وبالتالي ممكن تتفلش أثناء ما نسلقها ويروح التعب. فخلوا الحشوة تكون ناعمة أفضل. هنا أنا راح أبدي أفرغها طبعا من الهواء. من أبدي من الوسط وعلى الجوانب، من الوسط وعلى الجوانب، لحد ما يطلع الهواء كله من الكبة، وأسد الأطراف مالتها بشكل جيد. لأن لا تنسون إحنا راح نروح نسلقها مرة ثانية قبل لا نقليها، فلازم الأطراف تكون يعني مسدودة وملحومة بشكل جيد حتى ما يدخل عليها المي. وهنا أنا راح أبدي إنه أرفع كيس النايلون شوية شوية من عندها. طبعا كان المفروض أخلي مي أزيد بعد على الكيس حتى لي يلزق بالعجينة. هنا أنا حميت مي حار طبعا على الطباخ، جهزت مي حار مثل ما تشوفوا قدامكم. بداي فور راح أخلي القليل من ملح الطعام، وبعد ما يذوب الملح راح أبدي أضيف الكبة. شو وقت ما تبدي تنسلق وتطوف لي فوق معناها صارت جاهزة. يعني من تبدي تطوف لي فوق، شوفوها هسه بدأت تطوف وتصعد، معناها صارت جاهزة
تطلعوها وتخلوها بالماعون على صفحة، وراح انزل قطعة ثانية ايضا، ومجرد ما تطوف راح رأسا اطلعها من المي، خليها على صفحة شوي ينشف المي مالتها، وابدي اقليها. تقلاه شلون راح يكون؟ بالبداية شوي يكون الدهن حامي او الزيت حامي، وبعدين تنصون النار حتى تستوي براحته. طبعا انا سويت على شكل هلال او الكبة الهلالية، وايضا الشكل الدائري. هاي هسه قطعتين انا قليت الهلاليات، وهاي القطعة الثالثة، وايضا راح اقلي قطعة رابعة، وراح اراويكم شكلها النهائي بصحن التقديم. اتمنى ان شاء الله يا رب يعجبكم الفيديو. اذا عجبكم لا تنسون لايك وشير للفيديو، متابعة على الصفحة، وحتى تشجعوني على الاستمرار. كنت وياكم سيف من صفحتي وصفات سيف، مع الف 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 سلامة.